العمار حلو يا ولاد، والله ما شاء الله اللهم بارك، يعني العمار ما فيش احسن منه. نبدأ كده ونقول ايه ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا احنا السلم عمو النقاش وهو بيعمله قلت له انا مش عايزه لون غامق، انا عايزه النص اللي تحت يبقى لون عسلي كده. فهو عمله لي اللون البني ده، فانا حسيته بصراحه غامق. قلت له طب نعمل خطوط البيضه، فقال لي لا مش هيكفي، ده البياض خلص. ماشي، بعد ما ماشي لقيت فاضل حبة شوية أبيض صغننين خالص على شوية فانيلا لاتيه صغننين. رحت ماسكاهم بقى وقلت ايه والله لا تطلع ان شاء الله، طب بإذن الله هتطلع كويسة. وطلعت ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، والله شكلها ما شاء الله جميل، ونورت السلم كده خلته حلو. كل ما في الموضوع ان بصوا انا عكيت حتة من الجنب، بس انا عكيت حاجات كتير يعني ما تقلقوش. بس في الاخر بجد اللي يعني المجمل كده في الاخر الحاجة ما شاء الله كانت طالعة جميلة. دي الشرايط اللي كنت بعمل بيها، بس البكرة خلصت فبقيت ألزق الشرايط كده على جنب عشان استخدمها تاني. الموضوع بسيط خالص، احنا بنلزق دي شرايط بنجيبها كده من الموان، ببكرة لزق كبيرة، بلزقها في الحيطة على الشكل اللي انا عايزاه، وادهن في النص اللون بتاعي، اللون الابيض بتاعنا دوت او اللون الاوف وايت اللي طلع لنا. وفي الاخر بسيبها تنشف حاجات بسيطه، واروح شايله اللزق دوت، تطلع ما شاء الله ايه جميله. هي مش لازقه كويس قوي لان انا الشرايط زي ما قلت لكم انا كنت مستخدماها في نص السلم من فوق، ودي كانت الحته الاخيره في السلم من تحت، وكانت الشرايط خلصت فبقيت اشيل الشرايط من فوق احطها تحت. الحمد لله اصلا انها لزقت، احنا عكينا شويه الحمد لله، بس الحمد لله والله في الاخر طلعت ما شاء الله جميله. يعني في خطوه انا نسيت اصورها لكم، يعني في الاخر جبت مسطره كده، عصايه خشب زي المسطره، وبقيت اسوي بيها الحته اللي ما كانتش متساويه، لحد ما شاء الله السلم بقى ايه شكله حلو كده ومنور. تحسوا اللون الابيض لما اتحط مع اللون الكاكاوي اللي هو عامله دوت، خلى السلم ما شاء الله آه، منور كده. يعني عارفين الالوان الفاتحه دي حلوه خالص، خصوصا المساحات اللي يعني أنا مش هنقول ضيقه، هي المساحه الحمد لله كويسه، ولا ضيقه ولا واسعه، بس بتوسع. كل ما تحطي لون فاتح كل ما يوسع معاكي ما شاء الله المكان، يخليه جميل قوي. بصوا هنا ما شاء الله اللزق اللي هو احنا مستعملينه كان مستعمل قبل كده، بس الحمد لله ربنا سترها وكان كويس. بس كان في بقى ايه بعض الرطوش كده، الحاجات البيضة اللي طلعت من الجنب مش عارفه ايه، انا سويتها بعد كده باللون البني، كان فاضل لون كاكاوي ده منه حبه فكنت بسوي بيه. هنا برضو ما شاء الله اللزق بيطلع اللون ما شاء الله مظبوط في النص، جميل بصراحه. يعني اتمنى ان كلكم تجربوا الموضوع ده ومحدش يستبعد حاجه ولا يستثقل حاجه. ولو لسه اتفرجوا علينا بس تشوفوا تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه. السلام عليكم.